السلام عليكم، انا محمود عمر مستر عريش، وكالعاده الفيديو ده طالع من دبي، برج خليفه. النهارده ان شاء الله جاي اكلمكم عن تجربتي هنا في الامارات، بالاخص في اماره دبي. هقول لك تسافر ولا لا، او بمعنى اصح عد الانترو واقول لك تعمل ايه. السلام عليكم، رجعت لكم تاني محمود عمر مستر عريش، وكالعاده زي ما بنقول الفيديو ده طالع من الامارات. هقول لكم على تجربتي هنا في الامارات، بالاخص في اماره دبي، وساعتها انت تقرر تيجي او ما تجيش. بمعنى صح، انا بشتغل في مجال السياحة، فانت راجل بتشتغل في مجال التدريس. خد مني بس معلومات بسيطة، ما تاخدش مني اقول لك ان انا مثلا تيجي في الشتاء تيجي في الصيف، لا، انا مجالي غير مجالك. فاعرف كويس انت بتتابع مين او انت بتسأل مين قبل ما تسافر، وشوف مجالك انت فين وتابعه. ما تروحش تسمع من الناس. يعني مثلا انت هتكلم 10 من صحابك او 10 افراد، 9 هيقولوا لك ما تجيش، وواحد هيقول لك تعالى. ويعني ايه اللي هقول لك عليه دوت حقيقي، واكيد انت عارفه بنفسك. التسعه شغالين، يعني ما شاء الله عليهم، التسعه شغالين والدنيا معاهم. اه، مش هنقول انهم عايشين واو وفلوس كتير ومرتب جامد والكلام دوت، بس هو احسن منك كتير قوي في مصر. من ناحيه الدخل، هنقول من ناحيه الدخل. يعني انت مثلا في مصر، او في اللي بقى في سوريا، في لبنان، الدول اللي هي الدخل بتاعها ضعيف ديت، بيكون يعني انت عايش ما بتعملش اي حاجه، بتعمل كل اللي بتعمله ان انت بتشتغل، بتعمل فلوس المرتب، وبتحط شويه فلوس على المرتب عشان تقدر تعيش. عشان تقدر تعيش وتلبي احتياجاتك، يعني الاولويه، يعني الحاجه البيزك، عشان تعيش طبيعي. يعني مش هنقول بقى هتعيش عيشه لاكشري وهتعمل فلوس والكلام دوت. بالنسبه للحياه هنا في الامارات، مش هقول لك ان انت هتعيش واو، بس هتقدر توفر فلوس ان انت تعمل حاجه بعد كده لنفسك، او تلاقي فرصه افضل. هتأثر على نفسك المشوار في مصر عشان خاطر توصل. حتى لو وصلت مدير، السالري بتاعك عشان خاطر يفتح لك أسرة ويفتح لك بيت. يعني أقل شاب مننا عايز شقة بمليون جنيه عشان يتجوز، وهو بيقبض 5000 جنيه، يعني ده لو بيقبضهم يعني. فعايز من هنا لحد 25 سنة قدام، عبال ما تجيب بس إيه، باب الشقة. عبال ما تعرف توفر باب الشقة. بالنسبة لمجالي أنا بشتغل في مجال السياحة، بالأخص الفنادق، في الفرونت اوفيس، في المكاتب الاماميه، يعني الاستقبال. فما تكونش انت راجل بتشتغل في الرياضه وانا اقول لك تعالى في الشتاء. لا، الشتاء هو الموسم. تقوم سامع كلامي؟ لا. روح شوف بتوع الرياضه بيجوا امتى. انا ما اعرفش صراحه، بس هو الرياضه ممكن اعتقد الصيف علشان خاطر الاجازات وكده. ف كله بيروح يعمل رياضه مثلا في الاجازات. مش هنقول مثلا الرياضه بس بتتعمل في الاجازات بس عامه يعني. لو هنقول على المقيمين او على المواطنين، فمثلا لو هو فاضي او كده هيودي اولاده يعملوا سباحه، يعملوا رياضه ما بقى، تايكوندو، جودو، الكلام دوت. هيكون في الصيف في الاجازات. فانا بشتغل، مجالي بيشتغل في الشتاء بس، او بمعنى صح الموسم بتاعنا الشتاء. فانا هقول لك تعالى في الشتاء بس. انت راجل بتاع رياضه فاسال حد بتاع رياضه. انت راجل مدرس، اسال بقى واحد بتاع تدريس، او واحد مدرس برضو. يعني ما تاخدش كلامي ثقه. الراجل بتاع الفنادق، خد كلامي ثقه. هتيجي هتشتغل في الشتاء ان شاء الله باذن الله، بس يكون عندك مؤهلات. الناس اللي ما بتتكلمش لغه انجليزي يعني، ده ما انصحكش تيجي عشان مش هتلاقي شغل. الناس بتاعت السياحة، انا بقول يعني كلامي مش ان انت مثلا هتنزل من الطيارة هتلاقي شغل على طول، لا. انت لو مؤهلاتك كويسة وعندك سكيلز وعندك مهارات هتشتغل. لو عندك خبرة هتشتغل، ما عندكش خبرة هترجع. فأهل نفسك كويس. في عصفورة عدت مش عارف هتبان في الكاميرا ولا لا. أهل نفسك كويس وإن شاء الله هتلاقي شغل. وأهم حاجة اللغة الإنجليزية. في ناس، أنا واحد من الناس ديت، عشان خاطر أطلع الإمارات أنا قعدت حوالي سنة أفكر في الموضوع بس. فأنت مثلا السنة ديت اللي أنت هتاخدها تفكر في الموضوع، اعمل حاجتين: اعمل فلوس كويسة، حاول تعمل فلوس كويسة عشان خاطر تعمل نفسك هنا، وادرس لغة. مش هقولك تروح كورس، اشتغل اونلاين. يعني لو توفرت عندك الامكانيه خد كورس، بس ما عندكش اشتغل اونلاين على نفسك ان شاء الله هتتعلم. انا اتعلمت روسي اونلاين من غير ولا كورس ولا حاجه. عمري ما رحت كورس روسي، واتعلمت اونلاين. مش هقول ان انا بتكلم واو، بس عندي
بقدر اعمل كونفرزيشن وبقدر اتكلم واوصل معلومه واستقبل معلومه. فاحنا عايزينك، مش هنقول زي كده، احنا عايزينك احسن من كده في اللغه الانجليزيه. بالنسبه لموضوع الفلوس، موضوع الفلوس ده مهم جدا. انت لما تيجي هنا وانت بتدور على شغل، انا مثلا كنت ببعت 20 ايميل مثلا في اليوم، مش هيرد منهم، يعني مثلا لو رد منهم حد هيرد ايميل ولا اتنين. فانت عبال مثلا لما تاخد شهر شهرين بتدور على شغل، فلوسك هتخلص في النص، انت تبقى ستريس، مش عارف تفكر، مش عارف تدور على شغل. حتى لو لقيت شغل مثلا في السياحة بياخدوا حوالي شهر عبال ما يخلصوا ورقك، انت هتقعد الشهر ده ازاي مستني بقى حد يبعت لك فلوس؟ وال1000 جنيه في مصر هنا بحوالي 70 درهم. يعني انت مثلا لو حد عارف يتصرف لك في 2000 3000 جنيه مثلا من صحابك الجامدين، هيغديك ويعشيك. يعني مش هيعمل لك حاجه. تفتكرش مثلا انه هيدفع لك ايجار مثلا الشهر، انت لو بتاخد بارتيشن هيبقى 1300 درهم، يعني انت داخل في حوالي 30 في 20000 جنيه مصري مثلا. البارتيشن بس ب 20000 جنيه مصري الايجار. فانت اول ما توصل هنا هتلاقي نفسك بتحسب بقى، ده انا هجيب ب 100 درهم غدا وعشاء ومش عارف ايه، انا هصرف 1300 درهم. لا، ما تفكرش كده. انت اعمل فلوس، يعني حاول تعمل فلوس كويسه تقدر تعيش بيها هنا 3 شهور. مش هقول لك مثلا شهر ولا اتنين، لا، اعمل فلوس تقعدك ايجار 3 شهور. يعني مثلا انا بتكلم انا راجل قعدت لوحدي عشان خاطر انا مثلا بعمل انترفيو اونلاين، معايا حد في الاوضه مش هقدر اعمل الانترفيو دوت، هطلع ادور على في الشارع. فانا مش عايز بقى ايه اشغل نفسي واعمل ستريس لنفسي. انا عندي حاجه هين قرشي ولا هين نفسي، يعني ما بحبش اهين نفسي خالص او ما بحبش اتعب نفسي. لا، بصرف مثلا هاخد يعني مش استوديو، هاخد بارتيشن لوحدي ب 1500 جنيه، 1500 درهم سوري، 1300 درهم. هاخد في ب 500، في ب 600، بس هتبقى مع كام واحد في الاوضه؟ انا واحد من الناس مش هقدر ابعت ايميل، مش هقدر اعمل انترفيو، مش هعرف اتكلم في التليفون، حتى لازم اطلع الشارع عشان اعمل تليفون. فانا مش عايز استرس نفسي، واخدت اخدت بارتيشن لوحدي يعني. فانت اعمل حسابك مثلا لو هتيجي هنا هتقعد 3 شهور ب 3900 درهم. ادي بس 3900 درهم ايجار. انت ما عبال ما الشغل تتعين ويجيب لك سكن، يعني انت دفعت حوالي كام قلنا 4000 درهم ايجار، 3900 درهم ايجار. فهتدفع مثلا 1500 اقل حاجه، هتصرف 500 لو انت بتعمل الاكل بنفسك وكل حاجه بنفسك، هتصرف 500 في الشهر من غير سجاير ومن غير اي حاجه. انت هتصرف 500 بس اكل في البيت يعني. وقول 600 يا عم، انت داخل في 1800 درهم، يعني يعني 5800 درهم لحد دلوقتي بس اكل وايجار. مصاريف بقى، شويه مصاريف على تصوير ورق، على سي في، على مش عارف ايه، في 3 شهور دول 2500 درهم. فانت داخل في مبلغ محترم جدا. يعني انا واحد من الناس بقول لك تعالى بفلوس كويسه، واول ما تيجي مش هتعوض الفلوس دي في يوم وليله. هتشتغل، يعني مثلا انا اقول لك ان انت مثلا في 6 شهور ولا حاجه هتعمل الفلوس دي، بس لا، هتقعد في مصر هتقعد 100 سنه عشان تعرف تعمل الفلوس اللي انت حوشتها تيجي بيها ديت، ومش تعمل اي حاجه. فان شاء الله ادرس موضوع كويس، شوف انت مجالك ايه، وذاكر لغه كويس. ما تخليش حد يحبطك، بس ادرس الموضوع كويس عشان خاطر في ناس فعلا بتيجي هنا البلد دي وبترجع ما بتعملش اي حاجه. بس الناس ديت من وجهة نظري انا ناس كسولة. مش هقول بقى عديمة الحظ وكده، هو التوفيق من عند ربنا، بس ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فانت ما تجيش تنام على ظهرك هنا وتقول انا ما لقيتش شغل، او انت امكانياتك مش قد كده. ما تحملش نفسك فوق طاقتها. يعني ربنا مديك امكانيات معينة، خلاص وفرها في المكان اللي انت فيه وخلاص. حاول تطور من نفسك لحد ما تيجي هنا، لكن ما تجيش هنا بامكانياتك اللي هي مش شغالة ديت وتقول لا انا صرفت فلوسي وبقى تكتئب بعد كده وتقعد في مصر ما بتعملش اي حاجة. لا، اهل نفسك كويس، وان شاء الله ربنا يكرمكم. بالتوفيق لكم جميعا. وكالعادة السلوجان بتاعنا: العريش تسلم وتعيش. السلام عليكم.